في قصص في الكورة مش لازم تبقى مليانة بطولات عشان تتحكي. أوقات الرحلة نفسها بتكون أعظم من الكاس. والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب وأجمل الرحلات اللي حصلت. رحلة فولهام 2010 لما فريق عادي جدا قرر يحلم وكمل اللحظة اللي محدش كان متخيل. سنة 2009 فولهام بيخلص الدوري الإنجليزي وهو سابع. سابع يعني إيه؟ يعني مش فوق ومش تحت. يعني فريق مستقر بيقدم موسم كويس، لكن مفيش أي حد كان شايف فيه مشروع بطل ولا حتى مرشح للبطولة. وقتها كانت كل العناوين بتتكلم عن اليونايتد، تشيلسي، أرسنال، ليفربول وفولهام ولا كلمة، وده طبيعي على فكرة. بس لما جت دعوة المشاركة في الدوري الأوروبي كان الإحساس العام خلاص هندخل نلعب كام ماتش، نكسب هنا نخسر هناك، وبعدين نركز في الدوري وخلاص على كده. مفيش نجم سوبر ستار في الفريق، مفيش ميزانية انفجارية، مفيش أحلام حتى وردية. بس كان في حاجة صغيرة، حاجة بتتحس مش بتتشاف جوه الفريق ده. كان في جوع للنجاح، جوع إنهم يسيبوا علامة. وكان في واحد ماسك العصاية وبيعزف لحن المعجزة: روي هودسون. الراجل اللي جه فولهام وهو بيصارع الهبوط وقلبوا الفريق بيعرف يلعب كرة منظمة وبيعرف يحلم. وقتها ما حدش كان فاهم ايه اللي بيحصل. دي بداية قصة مش شبه أي قصة. مش بس فريق عايز ينافس، لأ، ده فريق قرر يثبت للعالم إن الحلم مش محتاج اسم كبير، محتاج قلب بس. في اللحظة دي كان كل اللي موجود هو فريق بيتكون من لعيبة عادية جدا، مفيش أسامي تقيلة، مفيش نجوم شباك، مفيش حد الجمهور بيهتف باسمه في الشوارع. بس كان في حاجة تانية، حاجة مش بتتشاف بالأرقام ولا بالعناوين، هي الروح. الفرقة دي كان فيها رجالة فاهمين دورهم، كل واحد عارف هو بيعمل إيه وعارف إن هو مش بيكمل لوحده. الفريق كان فيه لعيبه زي بوبي زامورا، داني ميرفي، وداف، ومارك شوارزر. اسامي لو قلتها لاي حد وقتها يمكن يعديها عادي، لكن لما بيتجمعوا مع بعض بيبقوا حلقه واحده. مديرهم الفني روي هودسون كان عارف يلحمهم مع بعض بلغه بسيطه. مفيش نجم فوق الفريق، الكل بيشتغل للكل والكل بيجري عشان الكل. وفعلا فولهام اتحول من فريق عادي لفريق بيلعب كره منظمه عنيده مش سهله لاي حد مهما كان اسمه. بس لسه اللي جاي كان اكبر بكتير من مجرد اداء كويس. الدور التمهيدي ماتشات رايحه وجايه، الناس اصلا مش مركزه معاهم. مجموعه فولهام كانت عاديه، فرق من النمسا، هولندا، وروسيا، مش اسماء تخوف يعني. جماهيرهم كانت بتقول يلعبوا كام ماتش ياخدوا خبره ويرجعوا يشوفوا الدوري الانجليزي تاني. بس فولهام كان ليهم راي تاني. الفرقه دي كانت بتلعب كره بسيطه، مش استعراض، مفيش فهلوه، مفيش نجوم بتتنطط على الكوره. كام تمرير على الارض، جمله محفوظه، ضغط عالي ودماغ شغاله. كل ماتش يعدي بيكبروا اكتر واكتر. عدوا الدور الاول بالعافيه، ايوه. اتاهلوا من مجموعات معجزه، ايوه. كانوا بيتعذبوا قصاد اي فرقه، ايوه برضه. بس برضه مكملين. كل حد كان مستني اللحظه اللي هيقعوا فيها يلاقوهم قاموا، وبدون ما حد يحس لقينا فولهام واقف قدام وحش اوروبي حقيقي: اليوفي. هنا بقى الكل قال خلاص الحلم اللطيف خلص. لان يوفنتوس مش زي اي حد قبله قبل كده، ده فريق تاريخ وجمهور وخبره سنين. والذهاب زاد الطين بله، خسروا 3-1. حتى جماهيرهم نفسهم بدأوا يتقبلوا الهزيمه، اللي هو كويسين والله، عملوا اللي عليهم. بس اللي لسه محدش كان فاهمه ان فولهام كان لسه بيجهز للمعجزه. الناس كلها كانت متوقعه انه يبقى جنازه كرويه، لان باختصار الذهاب في تورينو فولهام خسروا 3-1 وجابوا جون امل صغير كده، بس برضه الدنيا باينه. لان اللي بيحصل غالبا في المواقف دي معروف: الفريق الكبير بيقفل الملعب ويرجع ورا ويخلص الماتش باقل مجهود. بس اللي حصل في ملعب فولهام كان خارج كل حسابات الكوره. من قبل ما الماتش بيبدا وانت حاسس ان في كهرباء في الجو. الشوارع حوالين الاستاد كانت مولعه، جمهور بيغني، اعلام بترفرف، وشوش كلها امل. الناس كانت جايه مش عشان تتفرج، لا، كانوا جايين يصدقوا المعجزه بايديهم. الحكم بدأ الماتش بعد 3 دقايق بس يوفنتوس جاب جون. صدمة. الطبيعي اي فريق ينهار بيسلم نفسه، بس فولهام ما كانش طبيعي، بالعكس الحلو. الماتش من اول هنا قلب مصارعة، كل كرة مشتركة كانت معركة. فولهام بيضغطوا من اول الملعب، مفيش ولا لاعب سايب مكانه. الدقيقة 26 فابيو كانافارو اتطرد. يوفنتوس ناقصين واحد والجمهور بيغلي اكتر واكتر. الدقيقة 39 بلانتي لفولهام بعد ما مدافع يوفنتوس لمس الكرة بايده. ميرفي القائد بيتقدم بثبات يسددها ببرود شديد. هدف تاني 2-1 لفولهام، ولسه الحلم عادي. الشوط التاني بيبدأ والدقيقة 49 سيمون ديفيز الجناح الطيارة يخطف كورة يراوغ مدافع يوفنتوس ويشوط كورة لولبية جميلة في الجون. 3-1 لفولهام. التعادل في نتيجة الماتشين، بس لسه فاضل لفولهام جون واحد عشان يتأهل. والوقت بيجري والتعب بيزيد والضغط بيكبر على فولهام. الدقيقة 82 لحظة المجد: كلاين ديمسي يستلم كرة على حدود المنطقة، يرفع عينه اللحظة، يعمل شبه لوب غريب فوق الحارس. الكرة تعدي من فوقه وتدخل الجون. 4-1 لفولهام. جمهور كرافن كوتج انفجر حرفيا، الكراسي اتكسرت من الفرحة، الناس كانت بتعيط وتضحك في نفس الوقت. المدرب روي هودسون كان واقف في مكانه ومش مصدق، بيبتسم الابتسامة الصغيرة بتاعته اللي كلها معاني. صفرة النهاية تيجي، ريمونتادا للتاريخ. ريمونتادا مش بس رجوع في النتيجة، دي رجوع ضد المنطق، ضد الظروف، ضد كل التوقعات. فولهام مش بس خرجوا يوفنتوس، فولهام كتبوا ليلة من أعظم ليالي الكرة الأوروبية، ليلة لسه بتتحكي لحد النهاردة. بعد ليلة يوفنتوس فولهام اتولدت من جديد. الفرقة اللي كانت بتتلعب على الهادي بقت وحش جعان بيهاجم أي حد يقابله. أول محطة بعد كده كان فولفسبورج، بطل الدوري الألماني وقتها. فريق مرعب، مهاجمين أقوياء، خط وسط ناري. بس فولهام كانوا خلاص اتعلموا درس مهم:
مفيش مستحيل. ماتش الذهاب كان في كرافن كوتج، فولهام مسكوا الملعب من اوله لاخره، بوبي زامورا كالعاده في الميعاد، هدف وحركات على الدفاع تخليهم يلفوا حوالين نفسهم، وفولهام يكسبوا 2-1. والعوده في المانيا، ماتش تكتيكي من الطراز العالي، روي هودسون قفل كل المساحات، ضغط عالي وتكتيك خانقه خلى فولفسبورج مش عارفين يعملوا ولا هجمه صح، وفولهام يطلعوا متاهلين لنص النهائي. محطه تانية، عقبه اصعب، هامبورج. مش بس عشان الفريق تقيل، لا دي البطوله النهائيه كانت هتلعب على ملعبهم. يعني مش بس هامبورج عايزين يكسبوا، لا دول كانوا بيحاربوا عشان يلحموا بالكاس قدام جمهورهم. الذهاب في المانيا اتعادلوا 0-0، الفرصه لسه عايشه بس الضغط كان جبار. العوده في لندن، الماتش بدأ بمصيبه، هدف لهامبورج بعد نص ساعه. فولهام كانوا محتاجين يرجعوا الماتش، بس زي ما عملوا قدام يوفنتوس عملوها تاني. الشوط التاني سيمون ديفيز يتألق، يخطف هدف التعادل، بعدها على طول زامورا يصنع هدف الفوز لجارسيا. فولهام يقلبوا النتيجة ويقلبوا الدنيا معاها. صفرة النهاية والناس مش مصدقة، فولهام الفريق اللي كان محدش عامل له حساب في نهائي الدوري الأوروبي، مش بحظ ولا بصدفة، لا بشغل رجالة وعرق وإيمان إن الحلم بيوصل. النهائي كلمة لوحدها كفاية. فولهام اللي كان محدش حاططهم اصلا في حسابات الدور الاول واقفين على بعد 90 دقيقه ولا 120 دقيقه من المجد الاوروبي. المكان هامبورج، نفس الاستاد اللي كانوا لسه كاسبين عليه من كام يوم. الخصم اتلتيكو مدريد، فرقه مليانه نجوم تقيله، دييجو فورلان، سيرخو اجويرو، جودن، اسماء تقيله على اي دفاع. لكن فولهام ما كانش جاي عشان الاسماء تخوفه. من اول دقيقه وانت حاسس انهم نازلين الماتش كانهم بيقولوا احنا وصلنا لحد هنا ومش هنرجع من غير الكاس. اتلتيكو ضغطوا من اول لحظه، فورلان بيجري يمين وشمال واجويرو عامل رعب لاي مدافع. بس برغم كده فولهام كانوا واقفين زي الحيطه. الدقيقه ال 32 فورلان يفلت من الرقابه وياخد كره بسيطه ويحطها بلمسه واحده جوه الجون. 1-0 لاتلتيكو. اي فريق طبيعي كان ممكن يتهز، لكن فولهام ردوا بسرعه. 5 دقايق بس بعدها وكونشيسكي يشوط كره من على الطرف توصل لسيمون ديفيز اللي حطها بجمال في الجون. 1-1. الامل بيرجع والحلم بيعيش. الشوط الثاني معركه متواصله، كل كره فيها روح، كل تدخل فيه حياه وموت. الوقت بيجري وفولهام على اعصابهم لحد ما الوقت يخلص وتعادل. نخش على الاشواط الاضافيه والارهاق بدا يظهر. اللعيبه حرفيا بتسعف على رجليها، العرق سايح، العيون فيها نظره واحده، مش هنستسلم. بس الدقيقه 116 ضربه قاضيه. فورلان يتحرك بين الدفاع، يستلم عرضيه سريعه، يلمس الكرة بسن الجزمة، الكرة بتعدي من شوارزر وتسكن الشباك. النتيجة بقت 2-1 لأتلتيكو. فولهام حاولوا يرجعوا بأي طريقة بس الوقت كان خلاص خلص. الحكم صفر، الكاس طار. بس لما تبص على الوجوه لا حسيت بغزي ولا ندم. اللي شالوا فانيلة فولهام النهارده كانوا أبطال حقيقيين، محدش كان متخيلهم هنا أصلا. كل ماتش لعبوه كانوا بيحكوا حكاية جديدة لحد ما بقوا جزء من تاريخ الكورة. خسروا الكاس بس كسبوا حاجة أهم بكتير، هي الاحترام والخلود. ودي كانت قصة تقريبا أقوى جيل جه في تاريخ فولهام. وفي الاخر لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، الحاجات الحلوه دي. واستنى الفيديوهات الجايه، يلا سلام.